يا جماعة أخباركم إيه؟ ويا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. معانا كام موضوع النهاردة كده نكلم حضراتكم فيهم. غايبين عندكم بقالنا شوية، ولكن يعني قلنا نرجع لما يكون معانا حاجة تتقال وتكون يعني كويسة ويكون فيها معلومة. أول قصة معانا هي ليها علاقة بماتش مصر وروسيا. إن شاء الله الماتش ده يكون تاني يوم العيد، يوم الخميس الجاي إن شاء الله. الماتش طبعًا كان مُعلن إن هو في استاد العاصمة الإدارية، وتم نقله لاستاد القاهرة. طيب اتنقل ليه؟ هو طبعًا نقل مش لأسباب فنية تمامًا يعني. يعني مثلًا مش لسبب ليه علاقة بكابتن حسام أو كابتن إبراهيم أو إنهم عايزين يلعبوا في استاد القاهرة وبيحبوا استاد القاهرة والكلام دوّة، لإن الكلام ده اتقال، لكن لأ، ما الكلام ده مش حقيقي تمامًا. يعني هو حاجة ليها علاقة بالنواحي المرورية شوية في الطريق حوالين الملعب، يعني في شوية تعديلات، فبالتالي تم التفضيل إن الماتش يتنقل ويتلعب على استاد القاهرة. طبعًا استاد القاهرة حدث ولا حرج، واحد من أفضل وأجمل ملاعب أفريقيا يعني. فبالتالي هتلاعب روسيا ماتش كبير على استاد القاهرة، هتستمتع وجمهورك هيستمتع. تاني يوم العيد والجو هيبقى حلو يعني، والدنيا جميلة وكل حاجة زي الفل. طيب ندخل بقى على القصة التانية. هو ليه علاقة بمنافس مصر في المونديال، منتخب إيران. منتخب إيران عنده جدول إعداد، هيلاعب جامبيا وهيلاعب تركيا، تمام، وهيلاعب بورتوريكو في أمريكا، وفي احتمالية إن هو يلاعب بوليفيا ماتش ودي يوم 3 يونيو، تمام. الناس ناسية إيران. الناس لغاية دلوقتي في مخيلتها إن إيران مش هتلعب كأس عالم. وعلى فكرة الكلام لسه رايح جاي ما بين مسؤولين إيران والناس في أمريكا، يعني لسه الكلام رايح جاي، ولكن منتخب إيران ماشي في جدول إعداده بشكل طبيعي جدا جدا يعني لكأس العالم. فمنتخب إيران لغاية دلوقتي ماشي بشكل طبيعي يعني. ما فيش الناس مش بيعملوا وديات على أفضل شيء يعني، وده طبعا بسبب يعني الدنيا عندهم مش مستقرة، ولكن بيستعدوا للمونديال والجهاز الفني بيستعد إنه هيشارك يعني. ف هل إيران ممكن تعمل هزة وتنسحب في آخر لحظة؟ ممكن، ويعملوا فركشة في البطولة، ممكن، ده وارد طبعًا يعني. ولكن أمّا الجهاز الفني لمنتخب إيران، وإيران لأ ماشية بشكل طبيعي، وهيلعبوا حتى ودية بورتو ريكو في أمريكا قبل كأس العالم. فبالتالي يعني كل جدول إعدادهم ماشي بشكل مضبوط جدًا إن هم يلعبوا المونديال. القصة التالتة اللي معانا ليها علاقة بالأهلي وفرود الأهلي اللي جاي. طيب الأهلي بعينه على لعيب كونغولي فرنساوي اسمه بولولو، بيلعب في الدوري البولندي. ويوم السبت اللي فات لعب آخر ماتش خلاص مع فريقه في الدوري البولندي وكسب 1-0. وهو اللي سجل جول، اسمه أفيميكيو بولولو، عنده 27 سنة. اسم مش جديد، اسم اتردد في الصحافة المصرية، ولكن الجديد بقى إن الأهلي فعلًا يعني عينه على بولولو، شايفه إن هو المهاجم الممتاز بالنسبة له. بولولو على فكرة هو هداف دوري هناك، 15 جول و3 أسيست، هو لعيب فيرود رقم 9، فالأهلي محتاج المواصفات ديّة، فالأهلي عينه عليه. طيب هو عنده 27 سنة، كانت رغبته الأولى إن هو يروح فرنسا، يعني كانت رغبته الأولى إن هو يروح فرنسا، يستمر في أوروبا ويروح فرنسا. هو عنده أكتر من وكيل، عنده 2 أو 3 بيتكلموا يعني باسمه كده وبيشوفوا له أموره رايحة لفين. عندهم دلوقتي هم استقرار إن إحنا لأ، إحنا مش هنروح فرنسا يعني، أو ممكن ما نستمرش في أوروبا. إحنا نروح لأكبر عقد هييجي لنا. جالنا في الصين بقى، جالنا في الخليج، جالنا في أوروبا، جالنا في أفريقيا، إحنا موافقين، تمام. فبالتالي فكرة إن هو كان عايز الأول يروح فرنسا أو يروح أوروبا أو يستمر في أوروبا، دي ما بقتش موضوع خلاص يعني، بقى في مناقشة وفي كلام. فاللعيب قال لك وكلاءه اتفقوا إن هم هيشوفوا إيه أفضل عرض وإيه أفضل عقد وإيه أفضل راتب سنوي وهيروحوا له. كان بقى في الخليج، كان في الصين، كان في أي حتة، في أوروبا، في فرنسا، في تركيا، في أفريقيا، في الأهلي، مع الأهلي، في أي حتة. طيب لمّا جيت سألت وعرفت مصادر جوّه الأهلي يعني، عرفت إن الأهلي حاطط اللعيب ده قدّام عينه وشايف إن هو مهاجم كويس وهياخده free، والأهلي ممكن يوصل معاه ل1.200.000 دولار سنويًا. يعني ده مبلغ الراتب اللي الأهلي حاطّه لو بيقولوا له يعني قال أوكي وتمام وما فيش مشكلة. فيعني الوسطاء اللي في النُص
فخدوا الكلام من الأهلي، إن الأهلي ممكن يدفع 1.2 مليون سنويًا، ولكن لسه بقى هو قاعد لسه بيشوف إيه العروض اللي موجودة عنده. هو مش رايح كأس عالم مع منتخب الكونغو، فيعني لسه هيقعد يشوف. يمكن ييجي له عرض أكبر من الخليج مثلًا أو من فريق في أوروبا، لسه هو قاعد بيدوّر وبيشوف. ولكن بيقولوا له عايز راتب كبير، أيًا كان بقى الراتب ده هييجي من أنهي حتّة، فهو هيروح يعني. ده الفيديو بتاعنا النهارده، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.